كنت قد ذكرت أستاذ فرحات جبهة البوليساريو، ولكن أحد المحللين قارن لي بين حركة الماك وبين جبهة البوليساريو. قال لي أن البوليساريو تحظى بدعم من الجزائر والحركة الماك يدعمها المغرب. كيف ترى هذا؟ أهلا بكم. حركة تقرير المصير في منطقة القبائل المعروفة بحركة الماك هي حركة أمازيغية قومية ومنظمة سياسية تسعى لتقرير مصير القبائل في شمال شرق الجزائر. أسست على يد فرحات مهني الرئيس الحالي للحركة، والتي يعرفها أنصارها بأنها الحكومة المؤقتة للقبائل. في هذا اللقاء الخاص نستضيف رئيس حركة الماك فرحات مهني الذي حكمت عليه الجزائر غيابيا بالسجن المؤبد. إذن من هو فرحات مهني وما هي هذه الحركة؟ السيد فرحات مهني رئيس حركة الماك، أهلا بك على شاشة i24 نيوز. لنبدأ أستاذ فرحات، يعني بمن هو السيد فرحات المهني وما هي حركة الماك؟ أنا لست مهما. أنا طفل من حرب ألجيريا، والدي قاتل من أجل استقلال الجزائر، كان من أجل حرية شعب القبائل. ترعرعت ودرست في البلاد وحصلت على اللقب في العلوم السياسية، وكنت ولا زلت رجل ثقافة، أعشق الغناء والشعر والموسيقى. وفي العام 2001 حينما أطلقت الجزائر النار على أطفالنا الذين تظاهروا تظاهرة سلمية، قررت مع بعض الأصدقاء أن لا تنتظر منطقة القبائل أي شيء من الجزائر، وأن لا تنخرط في الجزائر، ولكن أن تأخذ مصيرها بيدها. وعبر الماك بدأنا نطالب بحكم ذاتي، وفي العام 2010 أسسنا الحكومة القبلية، حكومة القبائل المؤقتة، ورأينا أن مطالبة الحكم الذاتي لم تنجح، وبدأنا نطالب بحق تقرير مصير القبائل. القبائل هي في الوسط الشمال الجزائري، لديها 300 كيلومتر من الحدود مع البحر المتوسط، وهي إلى الشرق من العاصمة الجزائر 250 كيلومتر مربع من الأرض، وهي لديها بشكل عام 50,000 كيلومتر مربع، 12 مليون مواطن، 8 مليون في منطقة القبائل وفي الجزائر العاصمة وخارج الجزائر. منطقة القبائل كانت مستقلة قبل الاستعمار الفرنسي، وحينما أسست الجزائر بقرار فرنسي في العام 1839 منطقة القبائل كانت مستقلة. وفي الخارطة الجغرافية كان واضح أن هناك توجد فرنسا، الجزائر الفرنسية ومنطقة القبائل، ومن ثم مصادرة المنطقة القبائل من قبل فرنسا من قبل الجزائر، ولم تعترف القبائل بهذا الضم. مواطنو القبائل حاربوا ضم منطقتهم إلى الجزائر، والقوميون في القبائل لم يعترفوا بذلك وطالبوا بتحرير القبائل. نعم، ونحن نريد التخلص من الاستعمار. نعم، يعني أنتم تعرفون، لو سمحت أستاذ فرح. نعم تفضل. يعني بدأت بالقول
القبائل دائما رفضت ضمها إلى الجزائر، لأنه حتى في استقلال الجزائر في العام 1962 القبائليون رفعوا السلاح لحماية حقوقهم. معركة القبائل لم تبدأ اليوم، هي بدأت مع الاستعمار الفرنسي ورفضنا للضم إلى الجزائر، وهذا ليس لرفضنا للشعب الجزائري ولكن من حبنا لشعبنا. نعم، ولكن أستاذ فرحات، يعني أنتم تعرفون أنفسكم بأنتم يعني في نهاية المطاف أمازيغ، ولكن نعلم بأن جزء كبير من مواطني الجزائر هم أيضا أمازيغ ولا يطالبون باستقلالهم أو بحق تقرير المصير. تفسر لنا ما الفرق بينكم وبين الأمازيغ المتواجدون في الجزائر؟ هذا سؤال جيد جدا، ولكن حينما تقولون أننا أمازيغ، كل الشمال الأفريقيين هم أمازيغ، كما أن مواطنو أوروبا الجنوبية هم لاتينيون، كما أن الأمريكيون في الشمال هم أنجلو ساكسون والألمان هم سلاف. هناك عدة شعوب أمازيغية. حينما تتحدثين عن الأنجلو ساكسية، النرويجيين والسويديون وجميعهم من الأنجلو ساكسون، لكنهم شعوب مختلفة. هكذا نحن يوجد شعوب القبائل الشوي، الموزابيت، التواريغ وشعوب كثيرة من الأمازيغيين، لذلك لكل منهما الحق في مطالبه. شعب القبائل هو الأهم وهو الأكبر، وهو الشعب الذي لديه تاريخ مبني من الثقافة الوطنية والتاريخ الوطني، والذي يطالب بحقوقه مثل باقي شعوب العالم. طب أستاذ فرحات، وصفت الحركة بأنها حركة التحرير وتقرير مصير القبائل، ولكن الجزائر كما تعلم تتهمكم بأنكم حركة أو بأنكم عملاء وحركة وتتعاملون مع الجانب الإسرائيلي. كيف ترد على هذا؟ حينما يناضل شعب من أجل حريته، هم لديهم الحظ أننا لا نقاتل عسكريا ولكن سلميا. نحن لسنا كالبوليساريو التي تسلحه الجزائر لكي يقاتل من أجل حقوق تريدها الجزائر. نحن كشعب القبائل نحن يتهموننا بأننا إرهابيون لأننا نطالب تماما بنفس الحقوق التي تدعمها الجزائر بالنسبة للبوليساريو، ومع ذلك البوليساريو يرفعون السلاح ونحن لا نفعل ذلك. مع هذا نحن نتهم بأننا إرهابيون. الجزائر هي دولة إرهابية. الجزائر تمول الإرهاب في العالم. كل ما حدث في الإرهاب في منطقة الساحل كان بمباركة الجزائر وبمشاركة عناصر جزائرية. الاستخبارات الجزائرية قامت بذلك. نحن شعب سلمي يستند إلى القانون الدولي في تقرير مصيره، ولا نريد أكثر من ذلك. يعني إذن لا علاقة لكم أستاذ فرحات بدولة إسرائيل؟ لدي منذ الانطلاقة في تأسيس الماك قررت أن تكون لدي سياسة خارجية مختلفة عن الجزائر. السياسة الخارجية الجزائرية هي مختلفة، ونحن نبحث عن تحالفات في مختلف أنحاء العالم. وشعب إسرائيل ودولة إسرائيل هي شعب صديق تم شيطنته في الجزائر، ولكن نحن لا نريد أن نتبنى الموقف الجزائري، لأن الموقف الجزائري غير صحيح. منذ العام 2012 عند نشأة الحكومة المؤقتة للقبائل قمنا بزيارة استغرقت 5 أيام في حزيران يونيو من العام 2000
في شهر أيار من العام 2012 قمنا بزيارة رسمية إلى القدس، والتقينا بالمسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الكنيست، نائب رئيس الكنيست الذي كان آنذاك داني دانون، ووزير الطاقة. نحن تم الترحيب بنا، ولكن الجزائر تحدثت أننا نمثل أنفسنا، ونحن نمثل فقط غالبية شعب القبائل التي تصارع من أجل استقلالها وحق تقرير مصيرها. ونعلم أن أحد صداقاتنا مع إسرائيل وشعب إسرائيل ليست جديدة، وسنستمر باعتبار إسرائيل دولة صديقة. هذا شعب عانى على مدار العصور ويقاتل من أجل الحفاظ على استقلاله وعلى دولته. نعم أستاذ فرحات، كنت قد ذكرت قبل قليل أنكم اتخذتم سياسة خارجية مختلفة عن سياسة الجزائر. يعرف عن الجزائر أنها مع دولة فلسطين ظالمة أو مظلومة. ما هو موقفكم وموقفك تحديدا من القضية الفلسطينية؟ نحن تابعين لكل تقارير الأمم المتحدة من أجل تقرير مصير الشعوب، ولهذا نحتاج أن الأمم المتحدة هي التي تحدد ما يليق في هذا السياق. ونصم نحن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذا ما دعم وأيد الفلسطينيون هذا الحق وبشكل سلمي نحن إلى جانبهم. وكيف تنظر إلى تنفيذ إلى الفصائل الفلسطينية التي تنفذ هجمات ضد إسرائيل؟ إذا ما كان الإرهاب إذا ما كان الإرهاب من ناحية فلسفية مقبول وسيلة من أجل الحصول على الاستقلال، لربما اخترنا الإرهاب والعنف، لكننا أخذنا قرار بالسلمية، لذلك نحن ندين أي عنف. نعم تدين أن عنف، ولكن هناك يمكن القول أن هناك تشابه بين يعني نضالكم وأيضا نضال الشعب الفلسطيني الذي هو أيضا يريد تقرير مصيره. كل من يطالبون بحقهم السلمي في تقرير المصير وعلى قاعدة القانون الدولي، نحن لا يمكننا إلا أن نكون أشقاء في النضال، ولكن من يستخدم الإرهاب لأغراض سياسية نحن ندين ذلك. نعم كنت قد ذكرت أستاذ فرحات جبهة البوليساريو، ولكن أحد المحللين قارن لي بين حركة الماك وبين جبهة البوليساريو. قال لي أن البوليساريو تحظى بدعم من الجزائر والحركة الماك يدعمها المغرب. كيف ترى هذا؟ هذا كذب. ليس لنا أي علاقة مع مملكة المغرب، وإنما رأينا أن مسؤوليها هم الذين طرحوا قضية تقرير مصير لشعب القبائل أمام الأمم المتحدة. لنا من طرفنا لم يكن إلا الشكر للمملكة العربية، ولكن ليس لنا دعم من طرف الدولة والمملكة. ولكن هناك من يقول أن المملكة المغربية هي من تمولكم أستاذ فرحات. ليس لنا أي تمويل من أي جهة ولا حتى إسرائيل والولايات المتحدة. وإذ كان
ولا إسرائيل ولا المملكة العربية، ولكن أننا نستقبل أي تمويل بكل سرور والشكر. إذا كيف للذين يمولون الآن لن يكن أي تمويل من أي طرف كان. يعني لا تتلقون أي دعم أو أي تمويل من أي جهة أستاذ فرحات؟ إذا كيف أسستم هذه الحركة وهذه المنظمة؟ هناك إلا خرافات من طرف المخابرات الجزائرية ضدنا. طيب أريد أن أعود قليلا إلى المقارنة. نعم تفضل. أريد أن أتكلم عن وضعية بلاد القبائل والشعب القبائلي حاليا. تفضل. الشعب القبائلي تحت حصار وقمع وسيطرة الاستعمار الجزائري، وعندنا قضية مهمة قرروها من طرف الحكومة الجزائرية، أن هناك مشروع صفر قبائلي في الجزائر. Il y a un projet de génocide anti-kabyle. حرب إبادة بحق القبائل، وهي باتت علنية في العام 2019، وهناك محاولة تصفية منطقة القبائل في الجزائر منذ العام 2019. منذ بدء هذه العملية أكثر من 50,000 من مواطني القبائل يحظر عليهم أن يغادروا الأراضي الوطنية، وكل مواطني القبائل الذين يدخلون أو يخرجون من الجزائر يتم استجوابهم والتحقيق معهم. هناك أكثر من 3,000 من مواطنين معتقلون منذ عامين. هناك أكثر من 300 مواطن من القبائل في السجون. أتعرفين أن صدام حسين أطلق الغاز على الأكراد في العام 1988-1989، والجزائر قامت بالمثل في 9 من آب 1989، وكان هناك الكثير من القتلى والإصابات ولا نذكر الإصابات ولا نذكر الموتى في فترة الوباء كورونا كوفيد-19، حيث لم تقدم الجزائر أي مساعدات للمستشفيات في منطقة القبائل. والهجرة القبيلية في الشتات هي التي حولت المساعدات إلى مواطني القبائل، بينما الحكومة الجزائرية قامت بمنع هذه المساعدات من الوصول في إطار حرب الإبادة. هناك محاولات لإحراق منطقة القبائل، وهناك شخصيا تم الحكم علي مرة واحدة إلى السجن 20 عاما، مرة إلى السجن المؤبد، ومرة إلى الإعدام. وهناك 49 من مواطنين ونشطاء القبائل الذين حكم عليهم بالإعدام، وهم في زنازين الموت في الجزائر. أريد أن يعرف العالم نحن شعب محتل، ولا أعتقد أن الفلسطينيين أو الصحراويين الذين يقارنون بهم يعيشون القمع والبربرية والوحشية التي نواجهها نحن من قبل النظام. يعني تتحدث، وصفت الوضع بالخطير جدا كما ذكرت الآن، ولكن أريد أن أعلم هل هناك أي دولة في العالم أو أي دولة أوروبية تحديدا تعترف بكم؟ لأننا نعلم أن بعض الدول الأوروبية تعترف بجبهة البوليساريو، ولكن بكم هل هناك أي دولة تؤيدكم وتعترف بحركة الماك والقبائل؟ وكذلك أيضا دول إفريقية تعترف بالبوليساريو. أن دول لنا أمل أن دول تستعرف بنا. نحن نناضل من أجل اعترافنا من طرف دول بأسرها، وحاليا لم يكن هناك أي دولة اعترفت بنا، لكن نحن نناضل من أجل ذلك. ولكن لسنا
وحدنا ليس غير القبائل، شعب القبائل اللي ما عندوش استعراف من طرف بلدان اخرى. الصومالي لاند مثلا بلد مستقل، له دوله، له صغار، له كل ما شيء، لكن لم تجد اي دوله تستعرف بها حاليا. أعتقد أنه يوجد حالة من عدم العدل في العالم. الدول، الشعوب التي لديها إمكانية بأن تحكم ذاتها يجب أن يعترف بها. أخشى من أن العالم يفضل أولئك الذين يستخدمون القوة وأن يعترفوا بهم أسرع من أولئك الذين يستخدمون الخيارات السلمية. نحن نسعى بأن يتم العالم أن يعترف بحق القبائل في تقرير المصير. يعني نرى أيضا أستاذ فرحات مؤخرا بأن هناك تقارب جزائري فرنسي في الفترة الأخيرة. برأيك كيف سينعكس هذا على وضعكم، على وضع الحركة المتواجدة في باريس وأيضا على نضالكم؟ نحن لا نخشى من التقارب بين الجزائر وفرنسا طالما أن الجزائر هي حليفة بوتين وروسيا. الحرب العالمية التي يعد لها في هذه المنطقة فيها ستكون الجزائر إلى جانب روسيا أكثر منها إلى جانب الغرب. لذلك نحن لا نخشى، وأعتقد أن فرنسا لديها قيم، هي قيم حق اللجوء السياسي، وهذا حق غير قابل للتأويل. وأنا تحت حماية وثيقة جنيف كلاجئ سياسي، ولا أعتقد أن فرنسا يمكن أن تتنازل عن قيمها مقابل مصالح مادية يمكن أن تكون إشكالية. علينا أن لا ننسى أن الجزائر هي التي ساعدت مجموعات فاغنر بأن تتموضع في بوركينا فاسو ومالي وسط أفريقيا وساحل العاج ومناطق أخرى. المصالح الجزائرية والمصالح الفرنسية هي مصالح متعارضة. لا أعرف هل فرنسا تعي ذلك، ولكننا نشير إلى أن فرنسا لا تدعم الجزائر. يعني أقول لك أن الحرب الأوكرانية غيرت هذه المعادلة. على العكس، على العكس، أوكرانيا كشفت أزمة طاقة بالنسبة لأوروبا الجنوبية. هذه الطاقة التي كانت تؤمن من قبل روسيا، ومنذ الحرب الأوكرانية هناك نقص في الطاقة، والأوروبيون يعتقدون أن الجزائر ستزودهم بالطاقة، والجزائر تنصاع بشكل واضح إلى تعليمات روسيا. لذلك الجميع يرى أن في نهاية المطاف هذا التقارب لا يستند إلى أي قاعدة، بالإضافة إلى أنه يتم الإعداد حاليا لزيارة في شهر أيار مايو أو نيسان للسيد تبون. الرئيس الجزائري سيتم استقباله من قبل بوتين في روسيا بشكل رسمي، ما يعني أن الجزائر دائما في المحور ذاته منذ فترة بومدين وبن بلة. السيد فرحات مهني رئيس حركة الماك، شكرا جزيلا على تواجدك معنا. شكرا لكم. وبهذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذا اللقاء الخاص. أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.